أهلا بيك يا اللي بتسمعني. أنت ما بتسمعنيش صدفة، في رسالة جاية ليك. هناخد سؤال لكل الأبراج، لكل برج هناخد له سؤال. هل في تواصل بشخص من الماضي، كانت علاقة أو انفصال وهيرجع لك تاني الفترة دي من 1/7 ل15/7، أو ارتباط جديد بشخص تاني؟ يعني الطاقة اللي داخلالك هيكون شخص جديد ولا رجوع من الماضي؟ أو لو اتنين متجوزين وكان في بينهم الفترة اللي فاتت خلاف، حتى لو كانوا في بيتهم، هل هيكون في مصالحة ورد اعتبار ولا لأ؟ هنشوف الفترة دي. حط النية معايا واستقبل، واعرف ان انت ما بتسمعنيش صدفة. أول برج قدامي برج الحمل. هناخد الحمل. هل في تواصل يا حمل، ولا طاقة من الماضي يا حمل، ولا مصالحة يا حمل؟ ايه اللي عندك يا حمل؟ بسم الله بسم الله. ما تنساش يا اللي بتسمعني تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من قراءات القناة. حمل. في حد من الماضي في الفترة دي هيتواصل بيك تاني، وبيفكر فيك، وكان في ما بينكم مشاكل، لكنه الشخص ده كان في حالة انفصال عند الحمل، وحصل ما بينهم خلافات، لكنه رجع لك تاني يا حمل. يعني في الطاقة دي هتدخل لك يا حمل من 1 ل15/7 إن شاء الله. داخل لك حد من الماضي تاني يا حمل. طيب هناخد البرج التاني. معايا الأسد. معايا برج الأسد. طاقة الشخص اللي داخل للأسد، هل في تواصل تاني ولا شخص جديد يا أسد؟ في شخص جديد داخل لك يا أسد. في شخص جديد داخل في حياتك الفترة دي، هيطلب منك كلام، علاقة، جواز، ارتباط. في شخص جديد داخل لك يا أسد. الشخص اللي داخل لك الفترة دي هيكون جديد يا أسد. طيب هناخد رسالة العقرب. يا ترى في رجوع للماضي، شخص من الماضي، أو تواصل أو رجوع، أو شخص جديد من حياة العقرب؟ يا عقرب، الشخص اللي هيتواصل معاك الفترة دي يا عقرب، الشخص اللي هيتواصل معاك يا عقرب الفترة دي هيكون حق من الماضي. كنتوا في علاقة مع بعض، أو كنت في بينكم مشاكل كبيرة كبيرة أوي أوي أوي. شخص راجع لك من الماضي، كان في بينكم أصلا مشاكل كتير، وأحمال وأعباء وحاجات كتير. لكن الرسالة بتقول لك تمسك برؤيتك. يعني مش عارفة أقول لك إيه. يعني لو شخص هيجي لك تاني ويحاول يدخل حياتك تاني، أنت كنت فاقد الأمل أوي فيه يا عقرب، يعني فكر فيه تاني وشوفه برؤية جديدة، ربما يكون خير في حياتك يا عقرب. طيب هناخد الجدي. الجدي. الجدي، الشخص اللي داخل في حياة الجدي من الماضي ولا من المستقبل؟ الجدي. بسم الله. الشخص اللي داخل حياة الجدي. بص يا جدي، انت دلوقتي في مرحلة، يعني انت سبت علاقتك خلاص، او كنت في علاقة وسبتها. لكن الشخص اللي داخل حياتك دلوقتي، في شخص جديد داخل حياتك يا جدي. يعني في شخص جديد داخل حياتك جدي. آه الشخص اللي داخل حياتك جدي ده، آه مش عارفة، حاساه، يعني حاسة الجدي عنده شخص جديد، بس حاسة انه متصل بحاجة من الماضي. يعني ممكن يكون يعرف ماضي عنك،
يعرفك، يسمع عنك، يسمع كلام عنك. المهم ان في شخص برضو جديد داخل الجدي، بس الجدي بيحافظ قوي على مشاعره قوي قوي قوي. يعني انتوا عارفين الجدي طالع لي بيحافظ. يعني انا هسمح لدخول شخص جديد بس هاخد بالي قوي على مشاعري، عشان انا لسه خارج من علاقة ومجروح ومش عايز اي وجع قلب تاني. انا زهقت من وجع القلب. الجدي بيحافظ على مشاعره جدا. هو عايز حد يدخل، بس يدخل بشويش. انا مش قادر. على فكرة في طاقة طلعت لي لجدي بتقول لي هيدخل لك شخص جديد يا جدي، لكن انت في حالة تشافي. يعني انت لسه اصلا ما تخلصتش من العلاقة القديمة. طيب هناخد البرج اللي بعده، الثور. يا ترى يا تور، هيدخل لك شخص جديد ولا من الماضي، ولا هيحصل مصالحة ورد اعتبار ما بينك وبين شخص؟ الشخص ده من الماضي يا تور. شخص داخل للدور، بينوي ببداية جديدة وبيقدم ايده للطور من جديد، او حاسة ان دي كمان مصالحة. شايفة في طاقة اتنين متجوزين او مرتبطين وكان في بينهم مشكلة كبيرة، لكن ان شاء الله في تواصل ورد اعتبار ومصالحة ان شاء الله. للي بيسمعني، اللي بيسمعني مش صدفة، خد الرسالة بتاعتك وفكر فيها، وان شاء الله حط عليها النية وفعلها، هتحصل بالظبط يعني بتسمعني. طيب هناخد القوس. يا ترى يا قوس ايه اللي هيحصل معاك الفترة الجاية؟ بسم الله. ايه اللي هيحصل مع القوس؟ مين الشخص اللي داخل له؟ هل من الماضي ولا المستقبل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الشخص ده انت تعرفه. الشخص اللي داخل لك يا قوس من الماضي، كان في بينك تبادل وتعامل ومعاملات. يعني معاملات مادية، كلام، بيزنس، حوار، حب، ايا كان في بينك وبينه حاجات كتير، وكان في بينك كمان جروح. الشخص ده عرف غلطته وهيدخل حياتك الفترة الجاية يا قوس. طيب هناخد مين تاني داخل حياتك يا ميزان؟ يا ميزان، مين داخل حياة الميزان؟ هل هيحصل تواصل بالناس المنفصلة، ولا ارتباط بشخص جديد، ولا مصالحة ورد اعتبار؟ آه الميزان، في حد داخل لك يا ميزان ومعجب بيك، وشخص جديد وبيحاول يدخل لك، لكن مشكلتك انت اللي رافض. انت اللي عندك مخاوف ومانع وقافل على مشاعرك قوي قوي قوي، مش مدي فرصة لحد يدخل لك يا ميزان. افتح قلبك يا ميزان، في شخص واقف على بابك وبيخبط عليه، جاي لك جديد بطاقة جديدة، بفرحة جديدة، بسعادة جديدة. استقبل، وإن شاء الله اللي بيسمعني مش صدفة يا جماعة، وتكون طاقته بالظبط إن شاء الله إن شاء الله. طيب هناخد الجوزاء. يا ترى يا جوزاء مين اللي داخل لك الفترة الجاية؟ وهل شخص جديد ولا من الماضي؟ هنشوف. حاساه شخص ايه يا جوزاء؟ جوزاء، انت قافل قوي على نفسك، وفي شخص جنبك وحواليك وكنت تعرفه كويس. الشخص ده من الماضي بس عايز يدخل لك. يعني عايز يدخل لك من الماضي بس عايز يدخل حياتك تاني. الجوزاء، في شخص من الماضي كان يعرفك كويس قوي يا جوزاء وعايز يدخل حياتك تاني، والشخص ده عايز معاك بداية جديدة. يعني جاي لك، مش جاي لك من الماضي وخلاص، ده جاي وجاي معاه بداية جديدة. ان شاء الله خير واستبشر يا جوزاء. طيب هناخد ايه اللي بعد الجوزاء؟ سرطان. يا سرطان، مين اللي داخل حياتك يا سرطان؟ هل شخص من الماضي ولا من المستقبل، ولا مصالحة ورد اعتبار يا سرطان؟
سرطان، شخص كنت فاقد فيه الأمل تماما يا سرطان، وممكن تكون انت اللي كنت بتستناه وبعدت اصلا، ومن كتر ما انت استنيته نسيت الموضوع وفقدت الامل اصلا. الشخص ده هيلف تاني ويرجع حياتك، والاقدار هتجمع ما بينكم تاني يا سرطان. في قدر هيجمع لك ما بينك وما بين شخص كنت فقدت الامل اصلا ان يكون في حياتك، وبعد وسافر ومشي واتقطعت اخباره وكل كلام، لكن الشخص ده اللي بتستناه واللي كنت بتستناه بقالك فتره رجع لك يا سرطان، واستبشر يا سرطان. طيب هناخد الدلو. الدلو، يا ترى يا دلو في تواصل بالشخص اللي في الماضي ولا ارتباط بشخص جديد يا دلو؟ دلو انت بتتشافى جدا الفترة دي، وشايفة الدلو بيدي نفسه مساحة انه ينسى اللي فات ويتشافى من علاقة ماضية. شايفة الدلو كمان الفترة دي قافل قوي على نفسه. الدلو مش الفترة دي مش داخله، هو رافض. الدلو رافض يا جماعة. يعني الدلو رافض أصلا إن يدخل له حاجة، وبيستشعر إنه عايز يتشافى، عايز يتشافى. آه جواه مشكلة بيحاول يعالجها عشان يستقبل حد تاني. الفترة دي الدلو مش هيستقبل أصلا حد، والطاقات اللي داخلاله مش هيفكر فيها خالص، ولا هيكون الشخص اللي بينتظره في قلبه، ولا هيكون اللي القدر جه هيجمعه بيه. دلو لا، مش الفترة دي يا دلو. انت في حالة تشافي يا دلو. انت في حالة تشافي يا دلو الفترة دي. طيب هناخد العذراء يا جماعة. العذراء، يا ترى ايه اللي هيحصل مع العذراء الفترة اللي جاية في التواصل بالشخص اللي في الماضي، او يرتبط بشخص جديد، او هيحصل مصالحة ورد اعتبار للمتزوجين او متخانقين. بصي يا سرطان، قصدي يا عذراء، انت في شخص دايما بينك وبينه مشاكل. الشخص ده بيبعد ويقرب، بيبعد ويقرب. آه لكن بعد اصلا، يعني هو بعد اصلا الفترة اللي فاتت، وبرضه هيقرب بنفس الطريقة اللي هيقرب لك منها. يعني الفترة الجاية الشخص البعيد عنك أصلا هيقرب لك. طيب أوكي. طب هناخد الحوت. الحوت، 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 الحوت. هناخد الحوت. الحوت في حالة مجد. الحوت في حالة مجد بجد يعني. الحوت في حالة تألق وازدهار ولافت كل الأنظار. هي بصراحة يعني هو كده صح زي ما بقول. آه في حالة توازن، وفي شخص ما يحوت آه بيحاول يدخل لك يحوت. في حالة يعني شخص بيحاول أو معجب بيك، بس الحوت نفسه بقى في حالة توازن أصلا روحاني وعملي. يعني من الآخر حاسة إن الحوت في ناس كتير كتير عايزاه، مش شخص واحد بقى، يعني مش هنقول شخص